Hi guys, welcome. This is my new video. ازيكم؟ الفيديو الجديد بتاعي النهارده هنعمل بإذن الله ريفيو عن بارفين مونت بلانك. هو العطر بيجي كده في العلبة دي زي ما انتم شايفين كده. انا مش خبيرة قوي في العطور لكن هحاول. فهي العلبة بتيجي بالشكل ده كده، طبعا بتتفتح. هوريكم شكل الازازة من جوه. هتكلم عن الباكجينج الاول وبعدين هكلمكم عن العطر نفسه من جوه. هي اهي من كتر الازازة بتبقى كده كده فوق بينك وهنا شوية شفاف وبعدين من تحت بينك. العطر نفسه من جوه مايل على اللون الاصفر مش شفاف، والغطا بتاعه كده معدن ومن جوه معدن برضو، من جوه معدن. شوفوا يعني انا خلصته. يعني انا خلصته. هو بجد حلو جدا جدا جدا. العطر ده نرجس، ريحة ياسمين، ريحة حمضيات، ليمون، الكحول واضح فيه. كمان الافتتاحية هتلاقوها ريحة انتعاش كده وبتبقى قوية جدا وبتظهر فيها ريحة الكحول أول ما بترشيه. برضو زي ما قلت بتشم ريحة الليمون، ولما بيهدى شوية بيظهر أكتر ريحة الياسمين. هو كان سعره 1250 جنيه من على موقع أمازون. تقريبا أغلى عطر أنا اشتريته، مش تقريبا، لا هو أغلى عطر أنا اشتريته. هو العطر ده 75 ملي. هو ثباته عالي من 3 ل6 ساعات حسب الكمية. أنا بتهيألي 4 رشات في كل جانب علشان تبقى الريحة نفاذة وفواحة زي ما انتي حابة. طبعا واكتر من كده ممكن تقعد لتاني يوم حتى كمان ممكن. بس طبعا مش هتبقى بنفس القوة، لكن لا هتثبت. يعني هي من الروايح اللي ثباتها لا عالي. هي زي ما قلت فواحة في البداية، ولما بيهدى شوية كمان الفواحان بتاعه بيقل، لكن بتفضلي شم الريحة. لما بيعدي الوقت بتحس انه اختفى، بس دي خدعة لانك لما بتتحركي لا بتروحي وتيجي وكده بتلاقي الريحة موجودة وظاهرة وبتهفهف كده بقى، وبقت يعني بتعمل ريحة خطيرة بصراحة. السؤال المهم، ليه السعر ده رغم انه انا ممكن اروح اجيب روايح تانية باقل من نص السعر وليها نفس الثبات؟ طبعا الكلام ده مش من عندي، انا سمعته من حد ثقة. العطر ده تحديدا اللي هو مونت بلانك لما بترشيه بتحس انك مميزة عكس روايح تانية، مثلا زي هفاجئكم لما اقول لكم كوكو شانيل. لما بترشيه بتحس ان زيك زي ناس كتير، بس الريحة دي لا، الريحة دي بتحس فعلا فعلا انك يونيك وريحة مميزة وثابتة، ثباتها عالي زي ما قلت. فانت لما بتدفعي الفلوس مش بس بتدفعي فلوس على الريحة، انت بتدفعي فلوس على جودة المنتج نفسه. مش هيبوظ الهدوم زي منتجات تانية، رغم انه في ممكن تلاقي برفانات بتبوظ الهدوم عادي يعني. لكن كمان حطي في اعتبارك انك بتشتري اسم البراند نفسها، يعني اسم البراند بيبقى ليها سعر طبعا. وكمان الثبات بتاعها. وفي بجد روايح تستاهل كل جنيه دفع فيها. انا بقول ان الريحة دي من الروايح اللي فعلا تستاهل كل جنيه الدفع فيها. انا كده خلصت الريفيو. انتوا براحتكم. طبعا الروايح دي اذواق يا جماعة، والروايح عموما ما بتتشراش بشكل اعمى او بشكل بلايند. بس بجد الريحة دي هتحبوها، كلكم هتحبوها انا متأكدة. ده كده فيديو خفيف كده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.